في لاهاي عن طريق هيئة العدالة في إقليم الفرات إن استعمال دولة تركيا الفاشية للأسلحة المحرمة دوليا في عام 2022 وقبلها في عديد من مناطق في كردستان ضد الأبرياء والمقاتلين من أجل الحرية في مناطق دفاع المشروع وسط صمت الدولي هو انتهاك صارخ لكافة القوانين الإنسانية والأعراف الدولية. وإن استعمال دولة تركيا الفاشية هذه الأسلحة الكيميائية ضد المقاتلين من أجل الحرية في مناطق دفاع المشروع في مناطق أفشين وزاب هو تجاوز الخطير للدولة التركية التي وقعت على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية واستخدامها عام 1997 وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان والقوانين الدولية في حياة والحرية للشعوب بحسب قوانين الدولية. وأن استعمالها لأسلحة المحرمة أدت إلى سقوط واستشهاد عديد من الأبرياء والمقاتلين من أجل الحرية. وهناك دلائل وبراهين قاطعة لمنظمات الحقوقية تثبت استعمال دولة تركيا الفاشية لهذه الأسلحة المحرمة دوليا. ونحن باسم عوائل الشهداء في إقليم الفرات وباسم الأبرياء والمقاتلين الذين استشهدوا من أجل الحرية والديمقراطية وكرامة الإنسان نطالب مجتمع دولي وكافة منظمات الإنسانية والحقوقية بأن تشكل لجنة تحقيق دولية من أجل محاكمة المجرمين من حكومة حزب العدالة والتنمية التركية بقيادة أردوغان في المحكمة الدولية في لاهاي بسبب انتهاكاتهم لقانون دولي بارتكابهم جرائم الحرب ضد الشعوب في محاولة لإبادتها. ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل كافة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بشأن استعمال دولة تركيا للأسلحة المحرمة وجرائمها ضد الإنسانية وضد الشعوب المنطقة. بيجي برخدانا غريلا بيجي برخدانا غريلا بيجي برخدانا غريلا